تفاصيل واقعة هتك عرض سائق توك توك وانتحاره بالمنوفية. ألقت أجهزة الأمن في محافظة المنوفية القبض على 4 شباب وفتاة بتهمة الاعتداء على شاب 20 يعمل سائق توك توك بهتك عرضه وتصوير الواقعة، ما دفعه لاحقا للانتحار بتناول قرص سام من حبوب الجلة. وكانت التحريات كشفت أن الفتاة المتهمة استدرجت الشاب إلى حقل زراعي بدائرة مركز الشهداء، حيث اعتدى عليه المتهمون تحت تهديد الأسلحة البيضاء وقاموا بتصوير الواقعة. وعاد الشاب إلى منزله في حالة نفسية سيئة قبل أن يتناول قرص غلة سام أودى بحياته داخل المستشفى بعد فشل محاولات إنقاذه. وشيع أهالي قرية سلمون إبلي جثمان الضحية في جنازة مهيبة، بينما كشفت الأجهزة الأمنية تحركاتها وألقت القبض كثفت الأجهزة الأمنية تحركاتها وألقت القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.